أهلا وسهلا بكم أعزائي الكرام في هذا الفيديو التوضيحي حول آخر مستجدات كأس العالم للأندية المقام بالمغرب. بسبب كأس العالم للأندية، ريال مدريد يتخذ قرارا مهما قبل المجيء للمغرب. تابعونا لكي تتعرفوا على أدق التفاصيل. قام فريق ريال مدريد الإسباني باتخاذ قرار مهم، وطالب من الاتحاد الدولي لكرة القدم تمتيعه بامتياز هام بسبب كأس العالم للأندية. كشف مصدر خاص بأن مسؤولي ريال مدريد يرغبون في برمجة مبارياتهم عن نصف النهائي كأس العالم للأندية بمدينة طنجة. وكشف المصدر ذاته أن ريال مدريد يسعى لكي يلعب في ملعب ابن بطوطة الكبير استجابة لمناصره ولأسباب تنظيمية. طلب الأمر من إسبانيا إلى المغرب سوى 30 دقيقة عبر طائرة الفريق الإسبانية الخاصة. وفي سياق آخر، يزور رئيس الفيفا المغرب في 9 من الشهر الجاري للوقوف على منشآت المغرب التي سيقام فيها كأس العالم للأندية. ماجيك. وبهذا نكون قد وصلنا إلى النهاية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم.